تعال اقول لك على سر يخلي اعلانك يكسب الوفات بدل ما يصرف الوفات. لو انت بتبيع اونلاين لازم تفهم ان الكرياتيف اهم خطوه من خطوات البيع. في الفيديو ده هفهمك ازاي تعمل كرياتيف تبيع، وازاي تبني عليه سيستم بيع احترافي يبيع بنفسه. واحد من اكبر المشاكل اللي بتقابل اي حد بيعمل اعلانات وخصوصا الميديا باير، بيغير الاستهداف ويغير الميزانيه ويجرب اكتر من حمله وفي الاخر برضه مفيش مبيعات. طب ليه؟ لان ببساطه الكرياتيف هو اللي بيبيع مش الاعلان. الاعلان ما هو الا وسيله توصل الكرياتيف للناس، لكن القرار الحقيقي بيحصل في اول 3 ثواني من الاعلان. يا اما العميل يقرر ان هو يقف قدام الاعلان بتاعك، يا اما يكمل سكرول عادي. لو وقف يبقى انت عندك فرصه تبيع. طيب لو ما وقفش فانت خسرت قبل ما تبدا. في ناس كتير فاكره ان الكرياتيف هو تصميم حلو وخلاص، او فيديو شكله احترافي بس بدون استراتيجيه محتوى، وده بيكون غلط. الكرياتيف مش شكل بس، الكرياتيف هو بيع. ممكن صوره بسيطه جدا تبيع احسن من فيديو متصور باغلى كاميرا. ليه؟ لانها ببساطه فهمت العميل صح وخطبته بالشكل السليم. لان الكرياتيف ببساطه هو الرساله بتاعتك اللي بيشيلها الاعلان علشان يوصلها للعميل وخليه يقول جوه نفسه ان الاعلان ده ليا انا. لازم اي حد بيعمل كرياتيف يجاوب على 3 اسئله: انا بتكلم مع مين؟ عندي مشكله ايه؟ وانا هحلها ازاي؟ لو ال3 دول واضحين انت كده بدات صح. طيب ما تيجي نفك الكرياتيف لسيستم بسيط نعرف نشتغل عليه كويس. اول حاجه الهوك، ودي نقطه مهمه لازم توقف فيها العميل في اول 3 ثواني. مثلا تخاطب العميل اللي عايز يخس تقول له ازاي تخس من غير دايت. تاني حاجه هي المشكله، لازم تفهم العميل انك حاسس بيه وفاهم المشكله بتاعته. جربت كل منتجات التخسيس ومفيش فايده؟ ثالث حاجه هي الحل، تقدم الحل بتاعك للعميل بشكل واضح وصريح كانك الفانوس السحري اللي هيحل له كل مشاكله. يعني مثلا الحل في المنتج ده علشان هو بيعمل كذا وبيعمل كذا. رابع حاجه وهي الشفافيه، لازم تقدم تجربه حقيقيه. فلو تعرف تقدم تجربه حقيقيه وكيس ستادي موجوده بالفعل في ارض الواقع، كده انت كسبت العميل من اول جوله. مثلا يكون في فيديو لعميل جرب المنتج بتاعك ويشرح ازاي المنتج ده فرق معاه وعمل جروس في حياته. اي حاجه بحيث ان تقول لي الكلام ده مش نظري. خامس حاجه هي الكول تو اكشن، قول للعميل يعمل ايه بالظبط وما تسيبوش يفكر كتير. مثلا اطلب دلوقتي، اضغط على اللينك، سيب كومنت. لو ال5 عناصر دول موجودين في اعلانك انت كده عندك اعلان يبيع. بس خلي بالك الكرياتيف وحده مش كفايه، البيع الحقيقي بيجي لما تبني سيستم. يعني ايه؟ تطلع اكتر من كرياتيف، تجرب هوكات مختلفه وتجرب زوايا مختلفه وتشوف ايه اللي يكسب وينجح معاك وتكرره. كده انت مش بتعتمد على الحظ، كده انت بتبني ماكينه بيع. الفرق ما بين واحد بيخسر وواحد بيكسب في الاعلانات مش الميزانيه ولا المنتج، الفرق ما بين واحد بيجرب عشوائي وواحد بيطبق سيستم. لو انت عندك منتج او خدمه وعايز تبيع بشكل فعلي، اول حاجه لازم تشتغل عليها هي الكرياتيف. لو مش عارف تبدا منين او عايز حد يبني لك سيستم كرياتيف كامل من اول الفكره للاختبار للتنفيذ، احنا نقدر نساعدك نبني لك كرياتيف بيع وسيستم يخلي الاعلانات تشتغل لصالحك. سيب كومنت بكلمه كرياتيف او ادخل على اللينك اللي في الوصف وخلي فريق كامل من الخبراء يساعدك تبدا بشكل صحيح.